أصدقائي المستمعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من طعم مصر. النهاردة له طعم تاني خالص، طعم مرتبط بتاريخ مصر، وخصوصا تاريخ النضال والمقاومة والنصر. غني يا سمسمية لرصاص البندقية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، والكل داوية عظمة النضال المدافع، غني الكل دارس في الجامعة والمدارس. السمسمية ورجالة مصر الحقيقيين اللي وقفوا في وجه العدوان الثلاثي ورفضوا إنهم يسيبوا بيوتهم أبداً للعدوان. الفن ده اتسمى على اسم الآلة اللي بيتغنى بيها، وهي آلة السمسمية، ودي أصلها آلة عزف عليها الفراعنة وظهرت في مصر من أكتر من 4000 سنة. لقوا نقوش على جدران المعابد لست بتعزف على آلة تشبه السمسمية دلوقتي، وهي آلة الكنارة الفرعونية. الآلة دي عبارة عن صندوق خشب كده مشدود عليه حتة من الجلد، وبيخرج منه دراعين من الخشب بيسموهم المداد، وفي دراع ثالث بيربطهم ببعض زي قاعدة المثلث كده وبيسموه الحمالة. بيكون فيه 5 أوتار من سلك معدني رفيع، وغالبا بيكون سلك تليفون، وهي بتشبه آلة الطنبورة النوبية. وفي روايات كتيرة بتأكد إن الآلة دي وصلت للسويس عن طريق إيه بقى؟ عن طريق عمال من النوبة جم أثناء حفر قناة السويس. شفت اللفة؟ بيتقال إن عمال حفر القناة كانوا بيشتغلوا طول النهار شغل شاق ما يستحملوش بشر، وبالليل ما كانش فيه أي مصادر للتسلية والترفيه في الليل الطويل ده. وطبعا في الوقت ده كانت الدنيا حواليهم صحراء وما كانش فيه مدن حوالين القناة زي دلوقتي، فكانوا بيقضوا الليل في الغنى على الآلة دي. بعد كده انتشر فن السمسمية من السويس للإسماعيلية لبورسعيد عن طريق فنانين السمسمية، وأول من عزفها في مدن القناة الفنان السويسي عبد الله كبربر، والتلمذ على إيده فنانين كبار قوي منهم أحمد السواحلي وأحمد فرج، واللي نشروا الفن ده في باقي مدن القناة. وكانت السمسمية ليها أدوار وطنية جليلة في كل المواقف السياسية الحقيقة اللي مرت بيها مصر، من أول إعلان الجمهورية سنة 52 لحد نصر أكتوبر 73. وبحرنا أو داخلنا وعزنا، ده كنالنا وبحرنا أو داخلنا وعزنا، واللي حفروا قبلنا أجدادنا وأهلنا، أجدادنا وأهلنا. ولما وقعت نكسة 67 وحدث التهجير لمعظم أهالي مدن القناة، البعض منهم رفض إن هو يسيب بيته علشان يؤدي واجبهم الوطني في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وانتقل دور السمسمية من فن للتسلية لفن المقاومة وتحفيز الشعب على الانضمام للجيش وللمقاومة الشعبية. وتكونت في الوقت ده فرقة البطانية أو أولاد الأرض، واللي كونها الكابتن غزالي ربنا يديه الصحة، وهو من أشهر فناني السمسمية في الوقت ده. كابتن غزالي كان موظف في الصحة في السويس، وكان شاعر، ولما حصلت النكسة انضم للفدائيين وكان بيعالج الجنود المصابين. كان ليه دور مهم جدا في توصيل الذخائر للفدائيين والجنود، ومع ده كان بيعمل أمسيات يغني فيها مع فرقته أغاني كلها حماس وتشجيع على المقاومة والنصر. ومن أغانيهم إحنا ولاد الأرض ولاد مصر العظيمة، طرنا هناخده بحرب للنصر غناوينا. كابتن غزالي كمان ما اكتفاش بمدن القناة وخلاص أبداً، ده كان بيروح لأماكن التهجير في محافظات مصر المختلفة ويعمل حفلات لأهل القناة المهجرين علشان يطيب ألمهم ويحسسهم إنهم ما سابوش أرضهم وإنه جنبهم، ويديهم الأمل إنهم هيرجعوا تاني لبيوتهم. وبرضه في فرق كتير جدا اتكونت بعد فرقة ولاد الأرض، زي فرقة الصامدين في الإسماعيلية على يد الفنان عبد العثمانلي، واللي كانت بتأدي برضه أدوار المقاومة بالغنى والسمسمية. والفرقة دي كانت مشهورة جدا، وكانت أغانيها مكسرة الدنيا، وحفلاتها بتتذاع في الإذاعة المصرية،
وكان بيقدمها الإذاعي الكبير جلال معوض، اللي زي ما انتوا عارفين كان بيقدم حفلات الست أم كلثوم. وقبل عزف السمسمية تلاقي العازف قام ظابط المقام اللي هيلعب عليه، ويفضل يلعب على المقام ده لحد الأغنية ما تخلص، وما يقدرش يغير المقام خالص إلا إذا توقفت الفرقة عن الغنى. يروح ظابط المقام التاني، يعني ما يقدرش يتنقل من مقام بياتي مثلا لنهاوند أو أي مقام تاني إلا لما تقف الفرقة عن الغنى. وده راجع لطبيعة الآلة نفسها وتركيبها اللي مش بيسمح بده خالص. وبيقال كمان إن آلة السمسمية كان ليها دور عظيم وخطير في نجاح حرب الاستنزاف، تفوق على الحرب الإعلامية والنفسية المنظمة اللي كان بيقودها الكيان الصهيوني ضد مصر بشكل علمي ومنظم، وتكلف إمكانيات مادية كبيرة جدا. وكان الكابتن غزالي بيقول: قل لي يا شاعر قل لي كمان، خلي كلامك ناب وسنان، يكبش يهبش قلب الخونة، يطلع فجر سلام وأمان. وطلع الفجر من جديد بنصر أكتوبر، وتفوقت السمسمية والإرادة المصرية والفن المصري اللي كان بيعبر عن مشاعر أهل مصر ورغبتهم في النصر، اللي كانت أقوى من آلة الحرب الصهيونية. بذمتكم في أطعم من كده فن؟ بذمتكم في أكتر من كده مصرية؟ خلصت الحلقة، أقابلكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من طعم مصر. كان معاكم أحمد راضي على راديو كامت، محطة على المحطة. لو مهتم تعرف أكتر عن الفن اللي اتكلمنا عنه النهاردة، زور صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقينا حاطين لك لينكات ومقالات وحاجات كتيرة جدا هتخليك تستزيد. سلام عليكم. كنتم مع طعم مصر مع أحمد راضي على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.